خليني اقول لك سر صغير. اكتر من نص مشاكل الشغل بين الماركتنج تيم والايجنسي سببها حاجة واحدة بس، ان البريف مش واضح. وفي الحقيقة لو الكرييتيف بريف مكتوب صح نص الشغل بيخلص لوحده. انا وليد عبد العزيز قضيت حوالي 18 سنة من عمري بشتغل في مجال الادفرتايزنج، وبعدها درست ماركتنج وكملت MBA في مجال الادارة والتسويق. يعني اشتغلت مع الناس بتوع التنفيذ واشتغلت مع الناس بتوع الاداره، فقررت اشارك خبرتي على قد ما اقدر ما بين الناحيتين، لاني عارف كويس قوي حجم الفجوه قد ايه بين الايجنسي والماركتنج تيم. خلينا نبقى صريحين شويه، انا اشتغلت في الايجنسي سايد سنين طويله، وفي نفس الوقت اشتغلت مع الماركتنج تيم كتير. والحقيقه ان اكبر مشكله دايما ما بين الطرفين ان البريف بيبقى ناقص او مش واضح. طيب ايه هو الكرييتيف بريف اصلا؟ ببساطة هو الوثيقة اللي بتترجم هدف البيزنس إلى مهمة إبداعية واضحة للكرييتيف تيم. يعني بدل ما تقول للإيجنسي إحنا عايزين فيديو حلو، لأ، أنت لازم توضح 5 حاجات أساسية. أول حاجة الأوبجيكتيف، يعني هدف الحملة. هل الهدف براند اويرنس ولا ليد جنريشن ولا سيلز كونفرجن؟ كل هدف فيهم ليه طريقة مختلفة في التنفيذ. تاني حاجة التارجت اودينس، مين بالظبط اللي بتكلمه، سنه كام، بيشتغل ايه، اهتماماته ايه، بيواجه مشاكل شكلها عامل ازاي. كل ما الصورة كانت اوضح كل ما الرسالة كانت ادق. تالت حاجة الكي مسج، ايه هي الرسالة الاساسية اللي انت عايز توصلها. مش 10 رسائل، رسالة واحدة بس واضحة. انت عايز الناس تطلع من الفيديو ده فاكرة عنك ايه. رابع حاجة الديليفرابلز، يعني ايه المطلوب بالظبط، فيديو واحد ولا كامبينز ولا فيديو رئيسي مع ستوري للسوشيال ميديا. خامس حاجة الكي بي ايز، يعني ازاي هنقيس نجاح الكامبين او الحملة من خلال عدد المشاهدات، conversion rate، click through rate. لو الكي بي ايز ده مش واضح مش هتقدر تعرف الحملة نجحت ولا لا. لو كتبت البريف بالطريقة دي انت مش بس بتساعد الايجنسي، انت بتوفر وقت وتوفر فلوس وعدد كبير جدا من الريفيجنز. لو حابب اكتب لي في الكومنتات كلمة بريف وهبعت لك نموذج كرييتيف بريف تمبلت تقدر تستخدمه مع ايجنسي.